إثر حادث سير أودى بحياة زوجته وابنه بالقرب من قرية مقطع الأحجار وسط البلاد. عرف الفقيد بالورع والزهد والإخلاص في الدعوة إلى الله تعالى، وقد أنعش العديد من الندوات الوطنية والدولية، وشارك في كثير من المؤتمرات بعناوين مختلفة وفي مجالات متعددة. بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، وادعى الموريتانيون قامة علمية سامقة وعلما من علمائنا الأعلام ومعينا معرفيا من سلاله ارتوى طلبة العلم ونوابغ الأجيال. إنه فقيد الأمة محمد عبد الله المصطفى، الذي ملأ الدنيا وشغل ناسها بحضوره المكثف في مختلف الميادين والمحافل التي ترفع العلم والمعرفة شعارا لها، أو تلك التي تغوص في الأعماق بحثا عن لآلئ القيم وجواهر الشرف. ولد الفقيد عام 1978 بنواكشوط. بدأ مشواره التعليمي في السنة الرابعة من عمره، وكانت دراسته محضرية بحتة تتلمذ على والده وجده بمحضرة باميرا بمقاطعة جيرو بولاية العصابة. حفظ الفقيد القرآن الكريم كاملا وهو في السنة السابعة من عمره، ولم يكمل السنة العاشرة حتى حفظ أكثر من 12 نظما ورسالة في مختلف العلوم العربية والإسلامية. حصل على إجازة في القرآن الكريم بروايتي ورش وقالون من طرف الشيخ محمد العبد الودود، ومنحه العلامة محمد شيخ نولاباه إجازة في القراءات السبع. وفي عام 1990 أجيز الفقيه الفقيد محمد عبد الله المصطفى في القراءات العشر المتواترة حفظا وتجويدا ورسما. درس الفقيد على العلامة حمد ولتاه فترة من الزمن منحه إياها تزكية بمثابة الشهادة في معرفة المستجدات الفقهية. وفي مجال المسابقات شارك الفقيد في العديد من النشاطات الثقافية التي نظمت على المستوى الوطني، وكان رحمه الله فقيها عارفا متمكنا ومعلما وداعية واعظا. وعبر الوسائط الرسمية وغير الرسمية أطل الفقيد كثيرا، فشنف الآذان وسحر القلوب بحلو الكلام. كان رحمه الله دمث الأخلاق طيب السيرة والسريرة، لا تفارق الابتسامة محياه المتهلل، ودودا عطوفا شقوفا بفعل الخير مفتونا بحب المساكين. الزهد شيمته والورع ديدنه، لا تحصى مناقبه ولا تعد بالأصابع فضائله. تغمده الله بواسع رحمته وجزيل نعمائه، وأسكنه أعلى مراتب الجنان، وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وقد